فترة ركبتها من الصحافة للعربي هنا، مشغل معاه شباب اثنين شغلوا غنى ام3. قعدت ورا السواق طوال، جيتوا بالراحة السلام عليكم يا معلم. قلت له طبعا معلم دي ظريفة، مو جيت من ورا تكورك. هو يا عمك وقف الشغل ده، انت ولكم زاري وانت السواق ولا حاصل شو؟ قلت له يا معلم لو سمحت الشغل ده بس وقف. قال للشباب هون حقهم ينبذل وده عنده الجهاز. قال لهم يا جماعه انا داير اوقف الشغل ده. قالوا ليه؟ قال لهم الله الزول قال لي كلمه سمحه. قال لك شنو؟ نحن داير نسمح بس. قال لي لو سمحت عليك الله قال لك كذي. طبعا شايفين الناس دي الكذي، قال لهم متوحشين، لانه في ناس عملوا حاجات ما بيسمنا زي ناس يجيبوا كفوه في قريه نمشي نحن تجينا عكاز في صمت خشون وما عارفين الحاصل شنو ده. نخش السوق ده ان تاجر، في ناس ضربوا له الناس بشيكات، نحن ذاته ننضرب من غير وشيك ذاته ما بنعرف نكتب، بلاوي كثيره. الزول لك عاين كذا، يا زول قال لك لو سمحت وانا بعاين هاي عليك الله يقف له شغل له قران ذاته. والله شغل لنا سوره القصص، استمتعت انا ذاتي. لما جيت انزل قلت له جزاك الله خير يا معلم قدام الشباب. قال لي والله اديتني درس في حياتي ما لقيته. قال بس كلمه بس يا اخي. طيب الناس اتق الله.